قايمة وهو النابروفين، وده بيحتوي على مادة اسمها نابروكسين. والنابروكسين واحد من أهم وأقوى المسكنات اللي بيستخدموها لعلاج وجع الدورة ووفر الطمس. ووظيفته الأساسية إنه بيقلل إفراز البروستاجلاندينز، نفس اللي بتخلي الرحم يتقلص وبتسبب الألم والنزيف. وكمان بيعمل على تسكين الألم وتقليل النزيف كمان، مش بس بيهدي الوجع. والفرق بينه وبين الإيبوبروفين إن مفعوله بيدوم أطول، يعني مش محتاجة تاخدي جرعات كتيرة في اليوم، وممكن جرعة واحدة أو اتنين بالكتير تكفي اليوم كله. وفي دراسات أثبتت إنه أقوى سنة من الإيبوبروفين، خصوصا لما الوجع يكون شديد أو مستمر. يعني بالبلدي كده النابروكسين بيشتغل زي درع ضد الوجع، بيهدي التقلصات ويريح البطن لفترة أطول من الإيبوبروفين، ومناسب أكتر لو الدورة هتبقى معاكي تقيلة أو الوجع بيستمر كذا ساعة. والجرعة بتاعته حسب توصيات الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بتكون من 440 ل 550 مللي جرام كجرعة مبدئية، وبعد كده بنكمل بجرعة ما بين 220 لحد 550 مللي جرام كل 12 ساعة. ولو ما لقيتش النابروفين فأنت عندك ليه بديل بنفس المواد الفعالة زي المايبروكس أقراص.